جمهور غفير جدا حضر هذا اللقاء، خاصة بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها الفريق من ملعب تيزي وزو. قرابة 40 ألف مناصر جاءوا لمساندة السنافير، وجانب من جمهور حمراء وتنقل كذلك لملعب الشهيد حملاوي باختصار حضور قياسي. الروح الرياضية كذلك كانت حاضرة، وتحسيس الجمهور من قبل لجنة الأنصار واجب في مثل هذه المواجهات. الشباب كان السباق للهجوم والسباق للتهديف كذلك. لعب الدقيقة 23 عمل هجومي وضغط كبير وأخذ ورد في منطقة العمليات. أكساس كان آخر من سدد ووقع الإصابة الأولى لصالح الشباب. الهدف هذا أسعد كثيرا أنصار السياسي. رد فعل الحمراوة جاء بعد ذلك. زعبية يتلقى كرة في العمق وبين مدافعين يتمكن من معادلة النتيجة، وكان ذلك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل هدف لهدف. المرحلة الثانية، وعلى إثر هذه الكرة نطاش يلمس الكرة خارج المنطقة ويتلقى البطاقة الحمراء ويترك فريقه ب10 لاعبين. المخالفة تولى تنفيذها ياسين بزاز، وبيسراها القوية يسكن الكرة شباك الحارس بالعربي. فرحة كبيرة لدى ياسين بزاز اللاعب السابق لمولودية وهران والعائد إلى صفوف شباب قسنطينة. حدث كل ذلك في الدقيقة 53. الحمراء وبعد ذلك كادوا أن يصلوا إلى شباك سيدريك بعد مخالفة العربي. القائم هنا أنقذ الموقف. نلعب الدقيقة 76. بن شريفة في عمل هجومي يعرقل من قبل بالعباس. الحكم يعلن ضربة جزاء. بولمدايس يتولى التنفيذ ويفشل أمام الحارس بالعربي. لينتهي اللقاء بفوز الشباب ب2-0، نتيجة أغضبت كثيرا